الفترة اللي فاتت خلت فيه ركود كبير جدا مع ناس كتيرة سواء مصانع أو مكاتب، وهنا أنا بتكلم عن الملابس فيما يخص شركة دير، لأن أنا عندي شركة دير مختصة بتصنيع وتسويق وتوزيع الملابس الحريمي الكاجوال، ولكن أنا في البداية اشتغلت كمان رجالي. المضمون بتاع الفيديو ده الناس اللي عندها ركود في موديلات معينة سواء مصانع أو مكاتب أو محلات أو أشخاص أو ورش يقدروا يتواصلوا معايا وهقدر أشتغل معاهم على بلان ليه علاقة بتسويق الموديلات، ولكن في شروط أنا هقولها. لازم الموديل اللي أنا هشتغل عليه تسويق يكون متوفر منه كميه عندك، لان انا هشتغل عليه حمله دعايه. هتقول لي طيب انا مش مصور، انا ما عنديش صور للموديلات دي. يعني مثلا انا في حد كلمني الايام اللي فاتت انه عنده كميه من القمصان، قميص يمشي كلاسيك وكاجوال. القميص اللي انا لابسه ده من المكان يمشي كاجوال ويمشي كلاسيك، تقدر تلبسه تحت جاكيت، تقدر تلبسه تحت بليزر، تقدر تلبسه فورمال بشكل كامل على بدله، وعنده كميه وعنده الوان وعايز يسوق ويشتغل ويبيع للموديلات دي. رقم واحد اصلا في التسويق والتوزيع والبيع هو انك مصور وقادر تظهر المنتج بتاعك كده. لا، هو مش مصور، ما عندوش الميديا او الحياه اللي لها علاقه بالتصوير سواء فيديوهات او صور الخاصه بالموديل بتاعه، مفيش اي مشكله. لو انت مش مصور احنا هنصور لك الشغل بتاعك بشكل احترافي سواء رجالي او حريمي، وهنقدر نظهره بشكل قوي جدا جدا، وهنشتغل كمان حمله دعايه ليه على صفحاتنا، وهنقدر نحقق لك من خلاله حجم مبيعات محترم جدا. كل اللي عليك انك هتتواصل معانا، تعرفنا ايه الموديلات المتوفره عندك، هتعرفنا ايه الكميات المتاحه، هتعرفنا انت عندك صور وعندك داتا نقدر نشتغل بيها ولا لا، ولو لا ناخد خطوه في عمليه التصوير، ثم بعد كده الدعايه وتحقيق مبيعات سواء جمله او قطاعي، لان احنا كمان بنبيع جمله وقطاعي. لكن في نقطه مهمه جدا، مش كل الموديلات انا هقدر اشتغل عليها. في موديلات انا هقول عليها احنا هنقدر نشتغل عليها وتكون داخل حساباتنا ونسوق ليها، في موديلات هقول لا، يعني مش هتبقى داخل سياسه شغلنا او جودتها مش احسن حاجه. فمش معنى ان انت هتتواصل معايا اني هقدر اقول لك تمام انا معاك. في شروط معينه لو توفرت في الموديل الموجود عندك من حيث الكميه، من حيث الجوده، من حيث توافقه لسياساتنا في عمليه التسويق والبيع، بقول لك يلا بينا. طب لو مش مصور محلوله ايا كانت المشكله اللي بتواجهك هنقدر نتعامل معاها. لو انت شفت الفيديو ده في اي وقت وعندك نفس المشكله اللي انا بتكلم عنها، تقدر تتواصل معايا من خلال رسائل الصفحه او عن طريق رقم الواتس. شكرا.